اجعل حياتي كلها سعيدة ويهديك يا أحمد عليا بس. يا رب خليه يبقى عنده تفاؤل. وبعدين يا رب أنا واثقة فيك، أنا واثقة فيك يا رب إن أنت هتكرمني وهترزقني بطفل. طمنا. والله يا استاذ احمد ان شاء الله اول ما التحاليل ما تظهر هبلغكم بالنتيجه وخير. في أمل يا دكتور؟ هو بصراحه كده الامل مش كبير، بس ان شاء الله اكيد ربنا كل اللي بيجيبه خير يعني. في علاج تاخده؟ في اي حاجه؟ لا في الوقت الراهن مفيش، نستنى بس التحليل اول ما تظهر هبلغكم وان شاء الله انا متفائل يعني. طيب أنا كمان متفائلة بصراحة. شكرا يا دكتور. بإذنك يا دكتور. نورتوني. وبعدين يا نهى احنا هنفضل في الوضع ده كتير؟ لا يا أحمد خير إن شاء الله. أنا متفائلة بإذن الله. انا مش متفائل عشان انا تعبت من موضوع الدكاتره والتحاليل. انا هفضل جنبك كده لحد ما اموت وما يبقاش في عيل حتى يشيل اسمي. لا يا أحمد ملوش لازمة يعني الكلام ده. إن شاء الله يبقى في عيل يشيل اسمك. لا ما هو انا بصراحه استحملت كتير وخلاص فات بيا واتخنقت وزهقت. انا خارج. طب أنا ذنبي إيه يا رب؟ ده كله بإيدك أنت. مالك يا احمد؟ في ايه؟ ندمان ندم عمري يا هدير. اشمعنى؟ ان احنا كنا مع بعض زمان وكنا بنحب بعض وفي الاخر سبتك ورحت اتدبست التدبيسه اللي انا فيها دلوقتي دي. تدبيسه؟ ايوه تدبيسه. انا ما بقتش عارف اعمل ايه، اتخنقت. ليه يعني؟ ايه اللي حصل كل ده؟ ما بتخلفش وكل يوم عند دكتور والتاني وتحاليل وقرف ومصاريف. مش عارف اعمل ايه. وبعدين يعني؟ بس بقول لك ايه، احنا لسه فيها. تقبلي تتجوزيني؟ ليه لا؟ بجد يعني انت موافقه؟ اه. طيب ماشي. ايه طلباتك؟ واللي انت عايزاه كله انا هعمله لك. لا لا مش بالسهوله دي. امال ايه؟ طيب ايه اللي انت عايزاه؟ انا معيش مع ضره يا احمد. بسيطه، هطلقها. والمليون جنيه اللي انت كاتبهم على نفسك؟ تقصدي القايمه والمؤخر؟ كويس انك فاكر. يعني اي جنيه هي هتاخده اظن ان احنا اولى بيه. طب يعني اعمل ايه؟ ده حتى اخوها احتمال ما يوافقش ان هو يسيب جنيه واحد. انا عارفهم كويس. طيب تطلقها بقى وتطلبك بالقايمه والمؤخر ومش عارفه ايه وتخليك على الحديد، لا تتجوزني ولا تتجوز غيري. طب يعني هعمل ايه يعني؟ ما فيش حل تاني. معرفش بس انت لازم تخلص منها يعني. اخلص منها؟ طب ما تساعديني ان احنا نخلص منها. لا انا مالي، دي مشكلتك انت. عايزني اخلص منها وساعتها هبقى بتاعتك، مش عايزني يبقى خليك نفس قرارك بتاع زمان، ولا تتعب نفسك ولا تتعبني. لا لا سيب الموضوع ده عليا، انا همشي انا وهبقى اكلمك. هي فين بقى؟ شايلها فين يا نهى؟ طب بتدور على حاجة يا أحمد؟ بقول لك يا نهى، هي القايمه بتاعتنا فين؟ القايمة عند أخويا، بس أنت عايزها ليه يعني؟ عادي بس مديها لاخوك ليه يعني؟ مش فاهم. هو بقى قعد قال لي عشان أضمن حقك عشان أضمن حقك شوية الكلام ده. أنت عايزها طيب؟ من حقك. عايزها؟ كنت. لا مفيش حاجه يا نهى، مفيش حاجه. طب سيبك بقى من موضوع القايمة وتعالى، أنا عايزك في موضوع مهم أوي. خير في ايه؟ تعالى بس. تعالى بقى. خير يا نهى في ايه؟ الموضوع اللي عايزاني فيه. بص بقى، بصراحة كده بقى لي كام يوم عمالة أحلم من شوية أحلام كده فيما معناها يعني إن إحنا ربنا هيكرمنا بإذن الله وهنجيب بيبي بقى وكده اديكي بتقولي شوية احلام، يعني كل ده حلم يا ماما، لكن الواقع مش هنخلف ولا هنشوفه. ليه يا أحمد؟ ليه التشاؤم ده؟ ما تتفائل في ربنا كده خير، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله، وانا حاسه ان شاء الله خير يعني. يا ست ونعمة بالله، انا ما قلتش حاجة، بس انا مش متفائل خالص بصراحة. نهى
قومي شوفي وراكي ولا هتعملي ايه جوه. يلا. يا احمد انا بتكلم معاك في ايه؟ هتتكلمي في ايه تاني؟ انا مش ناقص بقول لك قومي. ماشي يا احمد، انا هقوم اصلي. انا بحلم قال. ربنا يهديك يا احمد، ربنا يهديك. استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. وبعدين يا دي يا احمد هتعملي كده؟ هتفضل عايش معاها وتدفن نفسك جنبها طول عمرك كده من غير عيل ولا اي حد هيشيل اسمك؟ ولا تعمل اللي هدير قالت عليه وتتجوز حب عمرك القديم وتعيش حياتك بقى وربنا يكرمك؟ طب بس لو خلصت منها اخويا مش هيسيبني، مش سهل برضه، فلازم بقى طريقة ان محدش يمسك عليا اي حاجة. طب واجيبها ازاي دي؟ ايوه الذكاء الاصطناعي. انا هحكيله قصة حياتي كلها. اعمل ايه بقى يا عم الشات؟ ايوه حلوة اوي الفكرة دي. اخلص منها وهي بتصلي وساعتها محدش هيسأل هي ماتت ازاي، لان ماتت وهي بتصلي فحاجة كويسة. حلوة اوي كده. يا رب يا رب يهديك يا احمد، يا رب ارزقني بطفل يا رب، والنبي اجعل حياتي كلها سعيدة ويهديك يا احمد عليا بس. يا رب خليه يبقى عنده تفاؤل. وبعدين يا رب انا واثقة فيك، انا واثقة فيك يا رب ان انت هتكرمني وهترزقني بطفل. ايه بتقول يا احمد؟ اختي؟ طب اقول لك ايه، انا كده كده قريب من البيت، انا جاي. سلام. سامحيني يا نو، ما كانش قدامي حل تاني، لا بقى كنت هفضل دافن نفسي معاك العمر كله. نهار اسود. عماد تعالى يا عماد. اختي ايه اللي حصل لها؟ اختك توفت يا عماد، راحت. الله يرحمك يا اختي. راحت وهي بتصلي يا عماد. وهي بتصلي؟ وهي بتصلي على سجادة الصلاة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. دي حسن الخاتمه، لكن دايما كده تحلم كده بحاجات حلوه. الحمد لله والشكر لك يا رب. طب اقول لك يا احمد، انا عارف دلوقتي ان انت مش هتقدر تقف على رجليك كويس. تعبان يا عماد تعبان. الله يعينك. بس بقول لك ايه، انا اروح كده اخلص الاجراءات الدفنه وكده يعني، ماشي؟ ما تشيلش هم انت. هاجي معاك يا عماد. لا خليك انت. انت كريم يا رب. ربنا يرحمك. كانت طيبه والله. ربنا يرحمك يا نهى يا رب. احنا كده خلاص جهزنا كل حاجه بقى وظبطنا الدنيا، ان شاء الله الجمعه الجايه الفرح. قلت ايه؟ طب معلش يا احمد عشان خاطري هنأجله يوم بس كمان. هنأجله ليه يا بنتي؟ ما نعمله في ميعاد والدنيا هتبقى حلوه. لا يوم كمان يا احمد، ما فرقتش الجمعه من السبت، لازم اخد حقي يا احمد. انت لسه مصممه على اللي في دماغك يا هدير؟ ومش هتنازل عنه، انت عارف كويس هو عمل معايا ايه، والسنين اللي انا عشتها معاه وفي الاخر راح اتجوز صاحبتي. خلاص يا هدير، اللي قعد ده كله مش هيفرق اليوم، نأجله اليوم اللي انت عايزاه. شكرا يا احمد، ربنا يخليك ليا. تعالى يا عماد اتفضل. تحس ان الواحد ما بقاش طايق البيت يا عماد من غير. الله يرحمها يا احمد. كنت بحبنها قوي يا عماد. يا احمد فعلا برضه كانت بتحبك جدا. خد يا احمد. ايه ده يا عماد؟ القايمه بتاعتك. خلاص اختي بقى الله يرحمها. في حاجه بقى لها لازمه يا عماد خلاص. في حاجه تانية يا احمد كنت عايز اقول لك عليها. حاجه ايه؟ يا ريت يا احمد تنفذ وصيه اختي. وصيه؟ كان قايل لك وصيه يا عماد؟ ايوه في اخر ايامها كده يا احمد كان دايما تقول لي يعني كانت نفسها ان انت تشوفك سعيد، فعشان تشوفك سعيد يعني تتجوز وتخلف، بس انا اللي كنت دايما اضغط عليها واقول لها لا عشان ما اكسرش بقلبها يعني. الله يرحمك يا اختي. هي كان عندي بالدنيا يا عماد. فيا احمد يا ريت لو بتحبها فعلا اتجوز يا احمد. سيبها على حياتك. سيبها على الله يا عماد. لو عوزت اي حاجه رن عليا في اي وقت. متحرمش منك.
السلام انت عليكم. قاعد. لا شكرا. حلو قوي كده، الموضوع كده متيسر وكل حاجة تمام. واظن كده لو اتجوزت دلوقتي محدش هيقدر يلومني. اطلع على هدير بسرعة. هدير، انا خلاص عملت اللي انت قلت عليه كله وخلصت عليها، والقايمة بقت معايا. خلصت؟ ايوه عملتها ازاي؟ بصراحة كده خليتها بتصلي ورحت كتمت نفسها بالمخدة عشان خاطر محدش يشك فيا، والناس تتلهي ان هي ماتت موتة كويسة على سجادة الصلاة. وفعلا ده اللي حصل، محدش لا سأل في اي حاجة ولا دخل في تفاصيل، وكله فرح للموتة اللي هي ماتتها. وانت فرحان؟ جدا، خلاص بقى نتجوز. اكيد. طيب اسبقني على البيت وانا هجيب المقسوم واحصلك. هستناكي. ماشي. ماشي، مستنيك عندي في البيت. ده مين اللي بيرن دلوقتي؟ ده الدكتور، وده عايز ايه ده دلوقتي؟ الو يا دكتور، عايزني؟ ماشي، طب ما تقول عايز ايه، معاك اهو. لازم اجيلك؟ طب خليها وقت تاني. خلاص عدى عليك. ماشي، سلام. مش عارف عايز ايه ده كمان، مش وقتك خالص، بس هعمل ايه، هروح له. اتفضل. خير يا دكتور، قلت انك عايزني ضروري. والله انا ما رضيتش اقول لك في التليفون لان دي حاجه كده خبر سعيد قوي، فما ينفعش يتقال كده وخلاص. خبر ايه؟ ابسط يا استاذ احمد، مدام نهى مالها؟ حامل. التحاليل ظهرت والحمد لله بتاكد انها حامل. الف مبروك. يا ريت بقى الفتره الجايه تجيبها لي بقى عشان اكتب لها على مقويات وحاجه كده تثبت الحمل. خلاص يا دكتور، خلاص ايه؟ ما بقاش ليه لازمه. ليه انت خلاص ما بقتش عايز خلفه ولا ايه؟ تعيش انت، مدام نهى توفت. لا اله الا الله، الله يرحمها. بعد اذنك. بقاء لله. يا احمد، يعني انت قضيت على اكتر حاجه كنت بتتمناها وعايزها. بس يلا، الندم كده كده مش هيفيد بحاجه ولا عمره هيرجع حاجه، وخلاص انا هتجوز هدير وهخلف بدل الواد 2 و3 و4. ايوه الحق انا بقى، مش عايز حاجه تعكنن عليا. ايوه هدير، طبعا. تعالي ادخلي. مش وعدتك اني هاجي؟ اكيد، بس ما قلتليش. تعالي الاول، اتفضلوا. هو ده المأذون؟ لا. امال مين ده؟ احمد خطيبي. نعم. ايه خطيبك؟ خطيبها. وما تاخرش بقى عشان فرحنا الاسبوع الجاي. ويا ريت تشهد على عقد الجواز. هو انت بتردها لي؟ طب خلاص، بحيث كده ما تلزمنيش، وتفضل خد الكلب اللي معاك ده واطلعي بره. انت مصدق نفسك؟ بس اقعد عشان في كلام كتير عايزين نقوله. وانا ما عنديش حاجه اقولها ولا عايز اسمع حاجه. لا انت تهدى بالعقل ولا خليك تهدى غصب عنك؟ هتقول له يا احمد ولا اقول له انا؟ اقول لك خليك. بص بقى يا حبيبي، اللي انت عملته مع مراتك متسجل عندي. انت اتجننتي؟ لا. وده سجلتيه بقى ازاي؟ انت مجنونه يا بت ولا ايه؟ هو انت ناسي يا روح قلبي ان انت كنت بتتكلم بره وبتشرح لي عملت كده في مراتك ازاي وهي بتصلي؟ انا كنت مجهزه نفسي وكل حرف قلته اتسجل. فبالذوق بقى كده وريني روحي كده، وبالادب هتمضي على عقد الشقه وكل ممتلكاتك ولا نروح النيابه سوا؟ لا نيابه ايه وحكومه ايه؟ طب يلا، انت مضيع وقت ليه؟ مش فاهمه. احنا عندنا قاعه يا بابا وعندنا حاجات، وقتنا بفلوس. ويا ريت بقى ما تتاخرش. شاطر.
عايزه اقول لك على حاجه. ده مش نصب، ده حقي، حق السنين اللي عشتها معاك، حق البهدله والمرمطه والشغل اللي كنت بتاخد فلوسه مني، حق ما سبتني بعد كل ده واتجوزت صاحبه عمري يا رخيص. بره. وريني جمال خطوتها. اخيرا اظن كده بقى نسيتك بما فيه الكفايه وجبت حقك وبزياده قوي. انا مبسوطه قوي يا احمد شوف بقى بجد. مصلحتنا بقى عشان نعمل الفرح. يلا بينا. يلا بينا نجيب بقى الحاجات. يعني ايه؟ يعني انا خلصت على ابني بايدي؟ طب ومراتي؟ لا 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 لا، هما اكيد في مشوار وهيرجعوا تاني. ايوه بس هما اتأخروا قوي. اعمل ايه بس؟ هروح الملاهي لحد ما هما ييجوا. ايوه انا رايح.